يا خويا واش راك؟ اليوم جيت نهضر معاك من قلبي. هذا الشرح ليك انت، لكل واحد راهو يسير في بيزنس وحده ولا راهو حاب يبدا المشوار. راح نحكيو على هذاك الوقود اللي يخليك تكمل الطريق، خصوصا كي تكون انت هو الرايس تاع السفينه ديالك. نعرفوا باللي المسؤولية ثقيلة والطريق ماشي سهل. وشحال من خطرة حسيت روحك غارق ولا حاصل بين ألف حساب وحساب. بس صح لازم تعرف حاجة مهمة بزاف. القرار راهو في يدك انت والكرة راهي في ملعبك تماما. يلا نبدأ بأول استراتيجية عملية. الفكرة بسيطة، لازم تبني قوة دفع من أول لحظة تفتح فيها عينيك. شوف، علم النفس ورا هاد الخطوات البسيطة قوي بزاف. كي تسقم فراشك المخ تاعك يسجل أول إنجاز في اليوم، أول انتصار صغير، وهذا الشيء يمدلك إحساس باللي تقدر تسيطر على نهارك. ومن بعد كي تكتب قائمة أهداف قصيرة ومركزة 3 ولا 5 برك، راح تمنع روحك من هذاك الشعور بالضغط. تحس باللي النهار راهو تحت السيطرة. ماشي تكتب نخدم على المشروع، لا، اكتب هدف أدق، مثلا نكمل الجزء الأول من التقرير تاع المشروع. دوكا نروحوا للمحرك الأساسي، للقلب النابض اللي يمدلك القوة في الأوقات الصعبة. لازم تعرف باللي كي يروح الحماس، الهدف الأسمى هو اللي يشد بلاصته ويخليك واقف. كاين تقنية اسمها الخمس أسئلة لماذا. الفكرة هي أنك تسقسي روحك علاه وتعاود علاه راني حاب نحقق هذا الهدف، وكي تلقى الجواب زيد سقسي روحك وعلاه هاد الشي مهم. كمل هكذا حتى توصل للجوهر الحقيقي، للسبب العاطفي اللي يحركك من داخل. جربها راح تتفاجأ باللي تلقاه. وهذه أمثلة برك. اللماذا تاعك غالبا ما تكون مرتبطة بحواجز قوية وعميقة، كما أنك تخلي والديك فخورين بيك، ولا تترك بصمة في هالدنيا، ولا تحافظ على شرف اسم العائلة. هذه هي الأسباب اللي تمدلك القوة كي تفكر تحبس. هذه نقطة حاسمة بزاف. لازم تفهم باللي هذه الرحلة ماراثون ماشي سباق سرعة. لازم تشوف لصحتك وراحتك كأدوات أساسية للنجاح على المدى البعيد، ماشي كماليات. صدقني الإرهاق هو أكبر عدو ليك. المقارنة هذه توضح كل شيء. في الماراثون لازم تتهلا في المشينة تاعك، يعني بدنك. لازم تدي وقت للراحة، تكافئ روحك على الإنجازات الصغيرة والكبيرة. والأهم من كلش ما تخافش تطلب المساعدة كي تحتاجها، من واحد خبير، من صاحبك، ولا حتى من مختص. تذكر هذه رحلة طويلة ولازم توزع جهد. دوكا خلونا نحكيو بصراحة. النجاح ما يجيش وانت قاعد في منطقة الراحة تاعك. إذا راك حاب تحقق نتائج استثنائية لازم تخدم بمستوى استثنائي. شوف المنطق البسيط والقوي اللي كاين هنا. الشخص العادي يخدم 40 ساعة في السمانة ويوصل للهدف تاعه في عام. بس انت إذا خدمت بجهد أكبر بكثير، لنقل 100 ساعة في السمانة، تقدر توصل لنفس الهدف في 4 شهور برك. النجاح هو نتيجة مباشرة للجهد المتواصل والاستمرارية. يعني تقدر تضغط الوقت، بس لازم تكون حاضر ذهنيا وجسديا. الآن وصلنا للفكرة الأخيرة، وهي أقوى فكرة فيهم كامل. هذه الفكرة راح تغير نظرتك للصعوبات والضغط بشكل كامل. خلونا نتأمل في هذا الرقم شوية. 1 من 40 تريليون. وش ممكن يعني هذا الرقم يا ترى؟ كما راك تشوف، هذه هي النسبة الضئيلة جدا باش تتخلق وتكون إنسان. يعني مجرد كونك على قيد الحياة معناه أنك ديجا ربحت فيها نصيب كوني باحتمالات شبه مستحيلة. أنت ديجا راك رابح أكبر جائزة في الكون. هذه الفكرة وحدها تخلي أي تحدي يومي يبان صغير وتافه. بما أنك ربحت أكبر جائزة، علاه تخلي الظروف الصغيرة توقفك؟ خلاص حان الوقت باش تتوقف عن لوم الظروف ولا الاقتصاد ولا مكاش الزهر. لازم تتحمل مسؤولية طريقك بالكامل. التحدي الآن واضح، الخيار إلك أنت. ما تخليش الخوف يوقفك. الفشل الحقيقي الوحيد هو أنك تستسلم وتقرر تحبس. حان الوقت باش تزدم وتدفع الحدود تاعك. وهذه هي الحقيقة النهائية. أنت كافي، كل شيء تحتاجه للنجاح راهو ديجا داخلك. المكون الوحيد اللي ممكن يكون ناقص هو الثقة بالنفس والقرار باش تبدأ دكا. سقسي روحك، وش هي أصغر خطوة نقدر نديرها اليوم؟ ونختم بهذا التشبيه القوي اللي يلخص كل شيء. الأمل هو الوقود اللي يغذي الخدمة بتاعتنا، وإذا انطفأت شمعة الأمل ما راح تقدر دير حتى خطوة. حافظ على هذا الوقود مشتعل. ازدم يا بطل، الدنيا راهي تستنى فيك.